هلو جو. ايه يا باشا، افتكرت مش هلاقيك. سيبها، انا قدامك اهو. سيبها. حلوه دي. اسيبها عشان تهرب مني. وانا بروح فين؟ هي ملهاش ذنب في حاجه. ليه ذنب يا جو؟ ذنبها ان شافتني. استنى بس. استنى. ده انا مستني اللحظه دي من زمان عشان اسالك سؤال. عايز اسالك سؤال مهم قوي. خليت امي تنكرني ازاي يا رفيق؟ ايه؟ مش فاكر. فكرني انت. استحاله اسيب ديوله. صباح الخير. بقيت احسن؟ الحمد لله. انا صحيح مش دكتوره، بس واخده كورس في الاسعافات الاوليه بحكم الوظيفه بقى. يا رب تكون بقيت احسن. ايه ده؟ وانا عملت لك مشكله تاني ولا ايه؟ لا لسه، الحمد لله ان لبنى اللي ساكنه معايا مسافره. وانا هنا بقالي قد ايه؟ من ساعه ما جيت بالليل، دلوقتي مثلا 8 الصبح. لازم اقوم دلوقتي حالا. انت من ساعه ما جيت وانت مستعجل، انا عايزه افهم فيه ايه. انا نفسي ما عنديش اجابه. طب رايح فين يا يوسف؟ رايح لواحد اسمه منتصر، معرفوش. هي دي الحقيقه والله. واحد جالي امبارح وحذرني ان في حد هيحاول يقتلني، ووعدني انه ممكن يساعدني ويحميني لو جبت له الحاجه اللي في الشنطه اللي هنا ورحت له. يعني موضوع معقد، مش عايز اشغلك بيه. لسه هتشغلني؟ طب انت هتنزل ازاي وانت تعبان كده؟ هحاول. طب تعالى طيب نفطر مع بعض ونتكلم شويه. الحقوا يا جماعه، حد يجي يا جماعه، اتحركوا شويه يا جماعه مع الضيوف. انا حكايه ان الماني دي مش مريحاني، حاسس ان انا اشتغاله. يا ام السياسه اللي لحست دماغك دي يا رب. يا رب، يعني هي ناقصه لحسه. طب بذمتك انت مصدق؟ يا سيدي، اذا كان الراجل بذات نفسه اتصل بالبرنامج وما انكرش، يعني كدب صاحب الشأن وصدقك انت يا هفق. مش يمكن ملعوب وعاملينه على الراجل؟ مين دول اللي عاملينه؟ الراجل صاحب الفيلم السيكو سيكو ده اللي كذب وقال لك مش انا اللي على اليوتيوب. انت عرفت ازاي ان هو بيكذب؟ انا مفيش حد فيك يا جمهوريه شاف افلام سيكو سيكو قد يا غالة. مش الفيلم المضروب من الفيلم اللي بجد. خبره يا سيدي، هي السياسه كده. ديرتي جيم. ايه؟ يعني امرأة لعوب. لا يا ضيف، انت ما تسكتش على نفسك. ليه؟ انت لازم ترشح نفسك وانا عليا الحلال اول واحد يديك صوت. مش دلوقتي يا رامبو، مش دلوقتي. ان شاء الله اول ما يتم 40 سنه اروح على الرئاسه على طول. اذا كنت يعني متعرض عشان اعزمك على الشاي فانا عازمك يا رامبو. محمد، هات له شيشه يا محمد. شيشه؟ شيشه ومش عايزنا ننتخبك؟ مؤاخذة يا صاحبي، يعني ما تزعلش مني في دي الكلمة برضه. حالك بقى شيشه معاك والقشه معدن والحيطه متصفاه، ايه؟ وهات على كنز دهب. يا ناس يا شر، كفايه قرف. العين صابتني ورب العرش نجاني. انت هتندمني من عزمتك ولا ايه؟ ربنا ما يجعلنا جري وله عينين. يا صاحبي انا عايزك تصارحني حتى ولو تجرحني. غدرة ولا سلاح؟ انا افرح لك يا جدع، في ايه؟ بس انا مؤاخذة يعني مش شد اخوك الغلبان في الليلة دي. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم يا رب طبعا. وانت وش ذلك تبقى دعاء. يا جدع غور، يا جدع غور بقى. دعارتي ايه؟ يا جدع الصيني عيب عليك. زبون سقع وقعت عليه. راجل كده متريش وايده جرحه. مش ده اللي عمل فيها رامبو لما جه رئيس عيسى هنا وكان عايز يعمل معاك الصح؟ ايوه، هو اللي عمل رامبو يا رامبو. بس هو رامبو الاصلي، انما انت تايواني. لا مؤاخذة يعني
هو هيديك الفلوس دي كلها على ايه؟ لا اوعى دماغك تروح لبعيد. راحت لبعيد يا ده، انا بقدم له خدمات مشروع اجر له شقه، اجيب له عربيه كده يعني. مفيش حاجه يا باشا. بيزنس. بيزنس بيزنس بيزنس. ايوه الو. ايوه يا دكتوره. دكتور رأفت فين؟ ما بيردش على الموبايل ليه؟ في اللجنه بيقدم الطعن. انت كنت عاوز حاجه؟ ايوه يا دكتور، حاجه كبيره طبعا. رباب عز الدين عندنا. عندكم فين؟ هيكون فين يعني حضرتك؟ عندنا في الحمله، جايه من المستشفى جري وخلصانه على الاخر، بتاخد نفسها بالعافيه. طب وعملتوا ايه؟ قعدناها في مكتبك وعماله تقول عايزه الدكتور، والدكتور ما بيردش، وحاجه عظمه على الاخر. حد يعمل كده؟ انا قدامي دقيقتين واوصل. بقول لك ايه، اوعى حد يقول لرأفت اي حاجه لغايه اما اجيلكوا بس. ماشي يا دكتور، اوكي حاضر. طب هي كام حد شافها وهي داخله عندنا؟ كل اللي موجودين طبعا، كل اللي موجودين يا دكتور. كنا هنخبيها فين يعني؟ طلع تعليمات مشدده بان مفيش جنس مخلوق يعرف انها دخلت عندنا. ماشي يا دكتور، اوكي حاضر. واخرتها يا ضيف. يا باشا انا بقالي قد ايه ما حدش شاف خلقتي هنا يا باشا؟ عارف ليه سيادتك؟ ليه؟ عشان الحمد لله يا باشا بقيت نضيف، والحمد لله فكتني من اللبش والعوق. مش عارف بس اللي فكركم بيا تاني يا باشا. رجليك هي اللي جابتك يا خفيف، ما وحشتناش يعني ولا حاجه. يا باشا ما انتوا فتشتوني مرتين لحد دلوقتي يا باشا، ما فيش معايا حاجه مسيئه لا سمح الله. عيب عليك، انت راجل قديم وعارف ان التفتيش ده اجراء روتيني مش اكتر. ما اخبيش عليك، الحكايه المره دي كبيره قوي مش سهله خالص. انت بقالك يجي اسبوع كده مأجر شقه في شارع فاروق، صح؟ صح يا باشا، والحمد لله ورقها كله سليم يا باشا، ودافع اجره 3 اشهر مقدم لصاحبها وتامين عشان لو حب يضبط معاه في الكلام ولا حاجه يا باشا. انت قاعد في الشقه دي؟ لا يعني قاعد فيها ولا مش قاعد يا ضيف؟ الصراحه يا باشا لا، بس بعدي عليها من وقت لاخر كده. حلو. امتى اخر مره كنت هناك؟ يعني على اول امبارح كده يا باشا. اصلنا لقينا فيها قتيل النهارده الصبح. انا ولا اعرف الشقه دي يا باشا ولا عمري شفتها. الله، ما انت لسه قايل كنت هناك اول امبارح وانك دافع 3 اشهر مقدم. صح غلط. صح يا باشا. اصل يا باشا انا صاحب مضيت العقد يا باشا ودافع فلوسه، بس يا باشا انا عامل كده عشان راجل تاني يا باشا، وقع كده كانت في زنقه قلت اقف جنبه واقعده فيها يا باشا، هو اللي قعد فيها يا باشا مش انا الحمد لله. تخدمه في زنقه ازاي يعني؟ بس يا باشا طلع معهوش فلوس ولا بطاقه ولا ورق، فقلت ابقى. طب وفي حد يعمل كده؟ الصراحه لا، بس انا عارف اسمه يا باشا. اسمه ايه؟ اسمه يوسف يا باشا. يوسف ايه؟ يوسف مش فاكر يا باشا. عماد. لا يا باشا اقول لك يا باشا، اسالوا البنت ناديه يا اختي يا باشا، هو كان عين عندها في المستوصف يا باشا، انا عايز ناديه يا باشا، هاتوا لي ناديه يا باشا. اتفضل كلمني. شكرا يا باشا، ربنا يكرمك يا باشا. الله يخرب بيتك يا رمبا وش الاخس. رد يا ناديه ابوس ايدك. ما بتردش بتتكلم. ما تردش. يلا يا عم عماد. يا عم ابو العماد بس يا سمح الله. فعلا جالي حد كان عايز يقتلني، عشان كده قلت اجي هنا اخد منك الشنطه واروح للي اسمه منتصر ده، يمكن يفهمني اي حاجه. يعني هي شجن دي اللي انت حكيت لي عنها ليله الحادثه؟ حكيت لك ايه؟ لا مش بالتفاصيل يعني. قلت لي ان انت سبت البلد بعد قصه حب فاشله مع واحده متجوزه وجوزها قتلها، بس ما جاش في دماغي يعني ان هي تطلع شجن في الاخر. او تصدقي لما شفت صوره شجن دي ما عرفتش هي مين اساسا، بس بعد كده بدات افتكر شويه تفاصيل، واللي بتقوليه ده اكد لي اللي قاله لي منتصر. شجن؟ شجن. يا ريتني يوميها كنت حكيت لك كل حاجه عن تفاصيل حياتي، مش عن شجن بس. هو انا ممكن اجي معاك؟ ده يبقى من باب الاهتمام ولا الفضول؟ مش عارف. مش عارفه ايه يا بنتي؟ بقول لك مؤامره كبيره وصلت انهم يقلبوا عليا امي. مش خايفه؟ طب بلاش. مش خايفه لا اكون بكذب عليكي مثلا بقول لك اي كلام؟ مش عارفه ليه مصدقاك حتى لو كلامك مش مقنع يعني، بس بابايا الله يرحمه علمني ازاي افرق بين الصدق والكذب. على فكره انت ليله الحادثه ما كنتش صادق في كل اللي قلته، بس مش عارفه ليه دلوقتي مصدقاك. وعلمك ازاي بقى تفرق بين الصدق والكذب؟ اصله كان ضابط بوليس. ما تبصليش كده، عيلتنا كلها ضباط. الله يطمنك. بس كان بيحب شغله قوي لدرجه ان هو اتقتل في اسيوط من 15 سنه وسابني لاخوي ربيني. وده الله يرحمه برضه؟ لا لسه. امال ليه مش عايشه معاه؟ لا انا قصتي قصه طويله، هنقعد مع بعض احكيها لك. انا هروح اغير هدومي. مصممه برضه؟ لو انت مش عايز نيجي خلاص. ما اخبيش عليكي قلقان. طيب ماشي،
بس لو كده بقى هطلب منك طلب. عايزك تشيلي الفلوس اللي في الشنطه وتخليها عندك. ماشي، اتفقنا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. خش غير. ممكن افهم بقى اللي بيحصل بره دلوقتي ده اسمه ايه؟ معلش، اللي حصل جه امبارح متعور في كتفه واغمى عليه على الباب. امبارح واغمى عليه؟ امبارح يعني ايه؟ يعني بات هنا؟ بقول لك اغمى عليه، يعني كنت هعمل ايه؟ يا سلام، اغمى عليه تقولي حضرتك مبيتاه عندنا في البيت. ايه الفلوس اللي انت بتطلعيها دي؟ ايه الفلوس دي؟ وطي صوتك هيسمع. ما يسمع ولا يتنيل. بذمتك انت مصدقه حكايات الهرش اللي عمال يحكيها دي؟ فقدان ذاكره ايه وفلوس وشنطه ونيله، وكل يوم والتاني ينطط لك هنا يا اما بيكلمك في التليفون. ايه الجو ده؟ مش انت اللي قلتي لي تدي نفسك فرصه؟ يا سلام، وانت بقى قررتي فجاه تسمعي كلامي. ما انت طول الوقت يا حبيبتي مسقعه الكلام اللي انا بقوله لك. اشمعنى دي يعني اللي شبطتي فيها؟ نبقى نكمل خناق لما ارجع. انت رايحه فين؟ انت نازله معاه ولا ايه؟ رايحه فين؟ مشوار صغير وراجعه. راجعه امتى؟ مش عارفه. مش عارفه يعني ايه؟ هاله اسمعي كلامي، اقطعي علاقتك بيه وكفايه لحد كده. وحضرتك قلت لي تقرب له ايه؟ انا ابن خالته. طب وده كلام يا جدع؟ الراجل متشحتف عشان يلاقي حد من قرايبه او حتى من معارفه من يوم ما فات. والله يا دكتور احنا برضو كنا قلقانين جدا عليه من ساعه الحادثه. طب وانتوا عرفتوا توصلوا له ازاي يعني؟ النيابه كلمتنا بعد ما قبضوا عليه، بس انت عارف بقى حصل قلق ومشاكل وضرب نار وهو هرب للاسف. كده سالنا عليك، اللي يسال ما بيتوهش. طيب يا سيدي، بص عموما هو حالته نادره ومش سهله طبعا يعني، بس هو بيتحسن. اي نعم بيجي له شويه خزعبلات ويقول لك مش عارف في حد ايه عايز يجري ورايا ويخلص مني، اي كلام. بس يعني الذكريات بترجع له بالتدريج. يعني ابتدى يفتكر. هو اللي قال لي كده. بص انا فاهمك. اتفضل. هو مأجر شقه في منطقه قريبه من المستوصف اللي انا كنت بعالجه فيه. دي عارفها، بس سالت عليه هناك من شويه ما كانش موجود. ولا تشغل بالك، هو هيختفي وبيرجع تاني عادي جدا. يا ابن الذين يا يوسف، امبارح كان عندنا ميعاد مع الدكتوره سعاد والست مشكوره جت وهو اختفى. مين بقى الدكتوره سعاد دي؟ دكتوره سعاد دي اجمل دكتوره مخ واعصاب. هي لما تطلع التقرير بتاعهم. تقرير ايه؟ التقرير اللي قدمناه للنيابه. انت مش قلت لي ان هم كلموك؟ دكتور التفاصيل كتيره جدا انت عارف بقى، بس الدكتوره سعاد دي هي اللي بتكشف عليه وهي اللي بتعالجه؟ ايوه يا سيدي، وهي سبب التحسن اللي هو فيه. طب يا دكتور هتعبك معايا لو سمحت. الدكتوره سعاد دي اقدر اوصل لها ازاي؟ عايز اطمن عليه طبعا. بص هي مش هتفيدك بقى اكتر من اللي انا قلته لك، بس تعالى معايا. اتفضل قدامي. سيبها؟ خليها هنا. اكبر غلط ان انتوا سمحتوا لها تدخل. يعني ايه يا دكتور نسيبها تموت؟ طب ما تموت ولا تروح في 60 داهيه، ناقصين بلاوي احنا. افرض ماتت عندنا. حضرتك لو كنت مكاني كنت هتعملي نفس اللي انا عملته. البنت كانت داخله مش قادره تصلب طولها. خلاص هتصرف. بقول لك ايه، كلم دكتور حلمي خليه يجي او يبعت حد، حاضر. بس ما تقولوش تفاصيل. اوكي حاضر. ادخل مع حضرتك يا كمال قلت هتصرف. طبعا جايه ترمي بلاكي علينا. أنا مش عارفة آخد نفسي. أنا جيت هنا عشان عشان ايه؟ أنا جيت هنا عشان أحذر رأفت من مؤامرة كبيرة بتتلعب عليه. مؤامرة ايه؟ اللي قبله هنا ما كانش يوسف رمزي. امال مين؟ أنا مش هتكلم غير قدام رأفت. ولو قلت لك انه مش عايز يقابلك يبقى مش هقول حاجة. لو عايزة تعرفي كل حاجة حصلت من يوم ما قابلته لحد دلوقتي، شوفي لي الدكتور رأفت فين قبل الوقت ما يفوت والكلام ما يبقاش ليه معنى.
يا ريت لو حضرتك فعلا ابن خالته تنصحه ان هو يواظب على العلاج ده لو عايز يتحسن وما يضيعليش وقتي. ما اصل بصراحه انا مش هفضل قاعده مستنيه الاستاذ يوسف لحد ما يحن عليا ويجي ياخد الجلسه. ده لو كان اسمه كده فعلا. قصدك ايه يا دكتوره؟ ان احتمال الكلام اللي بيقوله ده ما يكونش صحيح؟ اصل بصراحه يعني حكايته مش منطقيه ومش مريحه، ولا ظهور حضرتك كمان وسؤالك عنه منطقي ولا مريح. في ايه بقى؟ كويس ان اصريت ان اشوف حضرتك. واضح ان انت البيج باس هنا، فهتقدري وهتفهمي اللي انا هقوله لك دلوقتي. اللي هو ايه؟ انا مش ابن خالته وهو مش يوسف. نعم. امال مين؟ يعني يا دكتوره الموضوع اكبر مني ومنك بكتير. الشخص اللي بيجيلك ده في جهات كبيره جدا ومهمه جدا بتدور عليه. مش مهم انك تعرفي التفاصيل هم مين وعايزين ايه، المهم انك تساعدينا وبس. ده الرقم بتاعي، يا ريت لما يظهر لك المره الجايه تكلميني على طول. يا ريت ما تخذلنيش في الموضوع ده. فطبعا لو بيهمك سلامتك وسلامه شغلك وبيتك. حاجه بس كمان، يا ريت الموضوع ده يفضل بيني وبينك بس. شكرا يا دكتوره. انا اذن حضرتك. خير حضرتك، في حاجه؟ احنا جايين هنا للمريضه اللي عندكم. دكتور حلمي اللي بعتكم؟ تمام مظبوط. اتفضلوا الاوضه اللي هناك. اتفضلي. اي رأفت، وصلت فين دلوقتي؟ كنت متأكد إنك هتيجي. حاجة معاك؟ ايوه. يبقى اتفضل معايا. فارس بيه مستنيني. فارس مين؟ فارس بيه عسكر أخو زياد بيه عسكر. تعال. مش راضيه تتكلم الا لما انت تيجي. ازيك يا مراقب جديد؟ مش عارفه قعدت تقول حاجه عن مؤامره وان يوسف اللي انت قابلته مش يوسف الحقيقي وحاجات كده. نفس اللي قاله وائل. عموما هنعرف. هي فين؟ مش عارفه، انا سايباها هنا ومنبهه ان محدش يدخل لها. يعني ايه الكلام ده؟ دكتور حلمي وصل. ايه؟ دكتور حلمي؟ هو مش بقى الدكتور ومسعفين عشان ياخدوها من شويه؟ ايه؟ ايوه انا شفتهم من شويه وهم باخدوها من الباب اللي وراني، وقالوا لي ان هم بيعملوا كده عشان ما يعملوش شوشره قدام الحمله. اهلا يا يوسف. اتفضل. اتفضل اتفضل. سيجارة يا يوسف؟ شكر. سيجارة مدموزيل؟ لا ميرسي. يا راجل، سنين واحنا بندور عليك. قلبنا البلد من فوقها لتحتها، وانت اتاريك كنت هربان بره. وعرفت ازاي اني رجعت؟ انت اللي قلت لنا يا يوسف، بس بطريقه غير مباشره. فاكر لما رحت العماره عند شجن ووقفت قدام الكاميرا وقعدت تبص لها كأنك كنت بتوصل لنا الرساله وتقول لنا انا رجعت. وانا هعمل حاجه زي كده ليه يعني؟ انا عارف الحاله اللي عندك يا يوسف.
وعرفت ازاي؟ احنا متابعينك من يوم ما رجعت من البيت للشركة للحادثة اللي حصلت على الدائري، وبعد كده دخلت في غيبوبة لمدة أسبوعين، ولما فقت لقيت نفسك واحد تاني، مش انت يوسف رمزي. يعني انت ورا اللي بيحصل لي ده كله؟ الله يسامحك يا يوسف. ولو انا بقى كنت ورا كل اللي بيحصل لك ده، ايه اللي يخليني اساعدك عشان تسترد شخصيتك وترجع يوسف رمزي؟ على فكرة لو تحب انا ممكن اجيب لك رفيق على طبق من ذهب. شوف، انا هساعدك لاني محتاج منك خدمة زي ما منتصر ما قال لك. فين الحاجة اللي كانت في الخزنة؟ حاجة هنا كلها. لقيته يا فارس بيه. ايه ده؟ زي ما انت شايف مفتاح. ايوه مفتاح بتاع ايه يعني؟ انت اللي هتقول لنا يا يوسف. انا اخويا زياد عسكر متهم بقتل مراته، اتحكم عليه بمؤبد، قضى منها لحد دلوقتي 8 سنين، والمفتاح ده هو اللي قافل على دليل براءته، ومحدش غيرك عارف المفتاح ده بتاع ايه. انت اللي هتقول لنا يا يوسف. حسام، انا فكرت كتير قوي قبل ما اطلبك، بس ما لقيتش اي حل تاني. في ايه يا رب؟ قلقتيني. هالة يا حسام مالها هالة؟ ماشية في سكة غلط، واكيد هتأذي نفسها من غير ما تاخد بالها. سكة غلط ازاي يعني؟ مش فاهم. هفهمك، بس قبل ما اقولك اي حاجة وعدني ان انت تتصرف في الموضوع ده بعقل يا حسام. متخافيش، جايز تكون دي الفرصة عشان نثبت لها ان انا اتغيرت. امال هي فين صحيح؟ نزلت مع يوسف. يوسف مين؟ ما هو ده بقى الموضوع، يعني يوسف ده هو الموضوع. لبنى، احكي لي كل حاجة بالراحة. ها، مين يوسف؟ منين بقى سيادتك بتقول انك عارف الحالة اللي عندي، ومنين عايزني افتكر المفتاح ده بتاع ايه؟ حالتك بتتحسن يا يوسف، دي كمان انا عارفها كويس. وبعدين يا سيدي انا مش مستعجل، اللي خلاني استناك 10 سنين استناك كمان 10 ايام، 10 اسابيع، 10 شهور، مش مهم. المهم عندي ان زياد يخرج من السجن، يترد له اعتباره ويرجع لاولاده. ويا ترى بقى انا برضو اللي كنت قلت لكم ان المفتاح ده فيه الدليل اللي بتدوروا عليه، ولا حد تاني باع لكم المعلومه وخلع؟ زي رفيق مثلا. اتفاقي معاك واضح وصريح، تقول لي المفتاح ده بتاع ايه، وانا مستعد اسلمك رفيق، حي او ميت. يا باشا بس دي مش اجابه. عرفت منين ان المفتاح ده فيه الدليل اللي بتدوروا عليه؟ جو حبيبي، لو باب الاسئله اتفتح هيعمل لنا وجع راس ويطلع لنا كله انا وانت في دماغنا، فخليه مقفول احسن. طب قول لي سيادتك اثق فيكوا ازاي؟ اذا كان انت اخو زياد عسكر، وزياد عسكر ده عارف ومتاكد ان انا كنت على علاقه بمراته، عشان كده قتلها وخد فيها تأبيده. شوف بقى، شجن دي يا سيدي اسوأ حاجه حصلت لاخويا ولعيلتنا كمان. البت دي كان وشها نحس، شؤم عليه وعلينا كلنا، لدرجه ان هو دافع حياته علشانها. بس نقول ايه بقى يا سيدي، القلب وما يريد. هو صحيح لما عرف ان هي كانت على علاقه بيه كان عاوز يقتلها، بس اللي حضرتك بقى ما تعرفوش ان هي كانت على علاقه بواحد تالت، وكانت بتحبه وبتموت فيه، وكانت عاوزه تهرب معاه.
لكن الواد ده طلع صايع. مين ده؟ مش مهم تعرف. طيب ازاي واحد تالت هو اللي قتلها ودليل البراءة معانا؟ كفايه اسئله اول حد كده، والمفتاح هيفضل معاك. ولو افتكرت حاجه اديك عرفت المكان، تنور في اي وقت. انا مبسوط قوي اني شفتك يا جو، وهنبسط اكتر لما اشوفك المره الجايه. منتصر، خلي العربيه توصلهم للمكان اللي هم عاوزينه. معلش يا نانسي اتأخرت عليكي، بس الطريق كان صعب قوي. كنت قلتي لي اللي عايزه تقوليه في التليفون وخلصنا. معلش كان لازم تشوفي بنفسك. الصور دي مالية الانترنت والسوشيال ميديا، لعبة قذرة بتاعت الانتخابات، بس كان لازم اقولك عشان تاخدي بالك اكتر من كده. نانسي استني يا بنتي، رايحة فين؟ استني. مش فاكر خالص المفتاح ده بتاع ايه؟ طب انت هتروح فين دلوقتي؟ مش عارف. انا كان نفسي اقول لك ارجع معايا، بس انت عارف. لا لا لا، كفايه قوي لحد كده. كفايه عليك قوي، انا تعبتك معايا. على جنب لو سمحت، انا انزل. طب ابقى طمني عليك. ها كان لازم تبلغيني فورا، مش تستني لما اوصل هنا. مش مهم ده دلوقتي، المهم هم عرفوا ازاي. هما مين دول؟ اللي هربوها. عارف يا رأفت ده معناه ايه؟ ايه؟ ان احنا عندنا حد هنا في الحملة بيقول اسرارنا بره. قصدك ايه؟ جاسوس؟ او جاسوسة. نهار اسود، ده مين ده البطل اللي هيقدر يبلغه بالموضوع ده؟ انا هقول له، مش احسن ما يعرف من بره ويقلب علينا؟ هو لسه هيقلب؟ يا سيدي هنعمل اللي علينا وخلاص بقى. دكتور رأفت، في ايه تاني؟ رأفت 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 استنى يا رأفت. استنى ايه بس؟ دي ما بقتش انتخابات ولا مناسبة غير شريفة حتى، دول وصل حد بنتي. اهدى بس، ممكن تهدى وتسمعني؟ هما كده حفروا قبرهم بايديهم، هنرفع عليهم قضية تعويض ومش بعيد نحبسهم كمان. وفكرك يعني مش عاملين حسابهم؟ وبعدين نانسي ذنبها ايه؟ هي ناقصة مشاكل من تحت راسي. انت مرشح رئاسي وكل اللي حواليك مستهدفين، كلنا لازم ناخد بالنا. تفتكر انا كان شعوري ايه وانا بتفرج على الفيديو بتاعك؟ زمان يا خالد خبر. اكيد، بس نانسي بنت عاقله وعقلها سابق سنها، اكيد هتتصرف مظبوط. المهم انت اللي تهدى عشان نعرف هنعمل ايه. بقاء لله يا فندم. الحقيقة أنا مش قادر أصدق لغاية دلوقتي، إحنا كنا لسه مع بعض. الحمد لله، أمر ربنا نفذ. ونعم بالله. أنا اتصلت بأستاذ رفيق عشان أقول له لو كده نأجل الإجراءات، لكن للأسف ما ردش. الحمد لله إنه ما ردش. أنا في كل الأحوال مسافرة بكرة الصبح إن شاء الله. مش قادرة أقعد يوم زيادة من غير يوسف. على طول كده؟ هقول لمين؟ لا
أصحاب ولا قرايب. إحنا غلطنا لما جينا مصر. على العموم أنا عملت المستحيل عشان أصفي البزنس كله في اليومين اللي فاتوا. صحيح الخسارة عدت 70%، لكن الحمد لله قدرنا نبيع كل حاجة. متشكرة قوي، وأنا من ناحيتي هأكد على رفيق إن أتعابك توصلك لغاية مكتبك. أنا مش قلقان يا فندم، سافر بالسلامة إن شاء الله. الله يسلمك. بعد إذنك. اتفضل. رفيق تهربي مني أنا؟ أنا كنت خايفة على حياتي. أنا بقالي بقى كلام. برافو عليك. هتقتلني قبل ما تعرف إذا كنت قلت حاجة لرأفت راوي ولا لأ؟ رأفت ما كانش هناك. بس مراته كانت هناك، الدكتورة نسمة، وأنا قلت لها على كل حاجة. كل حاجة؟ أيوة، كشفت لها كل ورقنا، قلت لها إحنا بنعمل إيه وبنشتغل مع مين. سوري. انت هتستعبط؟ استعبط في ايه؟ انا ما اعرفش انت بتتكلمي عن ايه اصلا. اتفضل. ايه ده؟ مين اللي عمل كده؟ لسه ليك عين تمثل. امثل في ايه؟ ايه ده؟ والله ما اعرف ايه. كنت فين؟ وايه الفلوس دي كلها؟ البقاء لله. دخلت هنا ازاي؟ حاجات كتير قوي لقيت نفسي فجأة بعرف أعملها، مش عارف اتعلمتها ازاي وفين. جاي تخلص عليا؟ أنا جاي أفهم منك إيه اللي حصل. تعملي كده ليه؟ وإزاي تقبلي إن واحد ياخد مكاني ويعيش هنا في بيتي؟ ده مش بيتك، وأنا مش أمك. رفيق هديتك بإيه عشان تنكريني؟ احكي لي يا أمي، إحنا لوحدنا. وحتى لو كانوا بيراقبوكي ما تخافيش، أنا هتصرف. مش مضطر أشرح لك حاجة، أنا ما أعرفكش. أنت كدابة. أنت مسافرة بكرة لندن وحاجزة تاكسي يوصلك لنفس البيت اللي كنا فيه مع بعض. الكلام ده ما حصلش. هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ اسمع كلامي، ده زي ابني. زي ابنك؟
حلو. طيب على الاقل قولي لي المفتاح ده بتاع ايه؟ انا فاكر ان احنا اتكلمنا عليه واحنا في لندن. ابوس ايدك يا امي، ده اخر امل ليا عشان افهم اي حاجه. المفتاح ده انا ما شفتوش قبل كده، وانت انا ما اعرفكش. وهي كلمه، عايز تخلص عليا اتفضل، مش عايز يبقى تتفضل بره. ها بسألك، ايه الفلوس دي؟ دي فلوسي جبتها من البنك امبارح. وايه اللي يخليكي تسحبي فلوسك وتخبيها هنا في البيت؟ انت ازاي تخش بيتي وتفتشه؟ لسه فيكي نفس العادة، تردي على السؤال بسؤال. هالة، انت ما سحبتيش اي فلوس من البنك. انا عملت تشيك على حسابك ولقيته زي ما هو، مش ناقص مليم. انت عملت تشيك على حسابي انا في البنك؟ مش صعبة يعني. مين يوسف؟ لبنى طبعا اللي حكيت لك، ولا انت بقى بتراقبني ولا ايه؟ كان المفروض انت اللي تحكي لي. لا مش المفروض حسام، احنا اللي بينا انتهى، انت اللي مش عايز تفهم. يكونش يوسف ده السبب؟ لسه فيك نفس العادة انت كمان، عايز اي متهم تلبسه القضية صح؟ ليه بتهربي من الإجابة؟ انا ما بهربش من الإجابة، انت مالكش حاجة عندي. ايه؟ هتضربني زي زمان؟ بس انت زمان كنت جوزي، دلوقتي انت مش جوزي. وعلى فكرة يا حسام، انا اتجوزتك زمان غصب عني مش بمزاجي. انت ما اتجوزتنيش غصب عنك، انت اتجوزتني بمزاجك صح؟ انت مريض يا حسام، انت ما عندكش ثقة في اي حد ولا في نفسك. انا هعتبر نفسي ما سمعتش حاجة. وهعتبر كمان الخاتم اللي لابساه لبنى مش هو اللي انا جبتهولك، هعتبره شبه. انا يوسف ده بقى، فانا بقى اعرف اجيب قراره، وقرار الفلوس اللي كان شايلها عندك. لحد ما ده يحصل اوعي تشوفيه ولا تكلميني، مفهوم؟ هلا، انا هحميكي غصب عنك، حتى لو اضطريت احميكي من نفسك برضه هحميكي. فين يا نانسي؟ ابدا مفيش حاجه. مفيش حاجه ازاي؟ بيقولوا انك انت اتخانقتي في الشارع. لا ومش مع اي حد، ده الولد اللي كانت متصوره معاه، وبعدين في شهود بيقولوا ان هي زقته على العربيه. على فكره بقى انا مش قصدي.
دي كانت خناقه عاديه واتطورت. وايه اللي خلاكي تتكلمي معاها تاني؟ هي ناقصه فضايح. دي صوتك، على فكره هي اتصرفت مظبوط. مظبوط ازاي يعني؟ هو الولد كويس مفيش حاجه، هو بس يا دوب كسر في ايده. انا شفت التقرير الطبي بتاعه ومفيش حتى شبهه ارتجاج. وايه المظبوط في الكلام ده؟ ولما الجرايد تنشر والناس ترجع تتكلم تاني. على فكره بقى ما حدش ليه دعوه بيا ولا حد من حقه يتكلم عليا. انت بنت شخصيه عامه، هتفهمي ده امتى؟ جايز، لكن انا شخصيه خاصه، حياتي ملكي انا وبس. وبعدين انا قلت لك مليون مره عايزه اسافر عند ماما فرنسا. عند ماما او هنا، على فكره انت راسك لازم تفضل مرفوعه لانك اتصرفتي التصرف المظبوط. عارفه اللي بتعمل عندنا كده في مصر بنقول عليها ايه؟ بنت جدعه. وصحيح اتعمل لها محضر، بس المحضر هيتقفل على طول. مش هتفضل بس استدعاء روتيني في النيابه تقول فيه كلمتين والولد ما اتهمهاش باي حاجه. ده على اساس ايه بقى؟ نكرم منه؟ المفروض ان هو اللي يتحقق معاه ويتحبس كمان. هنزلكم. رايح فين؟ ثواني وحاجه. انت شغال مع مين؟ مجدي عبد العزيز ولا حافظ مشهور ولا مرشح تالت؟ انا مش تبع حد يا دكتور. يعني صدفه كل الصور اتنشرت لبنتي تبقى معاك؟ انا ما اعرفش ان احنا اتصورنا، ولو كنت اعرف اكيد كنت اتصرفت ساعتها. دفعوا لك كام؟ على فكره انا ممكن اطلع من هنا على النائب العام واقدم فيك بلاغ رسمي. على فكره انا مش من الشارع يا دكتور، انا اسمي تامر شعبان، ليا مشاريع كبيره في القاهره والغردقه وشرم الشيخ، وممكن حضرتك تسال عن المشاريع دي. ثم انا والله العظيم ما اعرف ان احنا كنا بنتصور. وبعدين الصور دي ما فيهاش اي حاجه تسيء لنانسي، الصور عاديه جدا، بس الاعلام هو اللي استغلها ضد حضرتك. انت بقى اخت صديف؟ ايوه يا باشا، لكن 3 بالله العظيم ولا ليا دعوه بمشيه العوج، وانا وامي متبريين منه اليوم الدين، بس هو يسيبنا في حالنا. امال مين يوسف ده اللي ضيف بيقول عليه؟ يوسف؟ ايوه بيقول انه كان عيان عندك في المستوصف وانه طلب منه خدمه كده. الاستاذ يوسف رمزي. يوسف رمزي ده جدع ابن ناس كده، جالنا في حادثه ورقد له قيمه اسبوعين، بس هو الحمد لله دلوقتي كويس. احنا كنا فين وبقينا فين؟ انا مش عايز اعرف قصه حياته، كل اللي عايز اعرفه ايه علاقته باخوكي. انا حذرته منه يا باشا. حذرت ضيف؟ لا طبعا، حذرت الاستاذ يوسف من ضيف اخويا، قلت له انه مش هيسيبه غير لما يوقعه في مصيبه او يشفط اخر مليم معاه. شوف يا نادي، عشان نقصر ونجيب من الاخر، انا كل اللي عايز اعرفه، عندك فكره عن شقه اجرها ضيف ليوسف ده من الباطن؟ كتب العقد باسمه يعني، ويوسف هو اللي قاعد فيها. الكذب خيبه يا باشا، انا ولا اعرف اي حاجه عن الحكايات دي، مش عشان اخويا يعني هكذب. انما في يوسف رمزي. لا اله الا الله، ايوه طبعا في. ممنوع تسيبيني تاني في وسط الشغل ايا كان السبب. وبعدين مالها البت سوسن دي بتغرق في شبر ميه. غصب عني والله يا دكتور، ما الاستاذ يوسف ده شكله طالع لي في البخت. يوسف رمزي؟ هو في غيره؟ ايه ماله، ظهر تاني ولا ايه؟ لا ما ظهرش، لكن مخبر الاسم اللي جنبينا جه وقال لي ان ضابط المباحث عايزني، وهناك سالوني عليه. ليه، هو عمل حاجه؟ معرفش، الضابط ما قالش وانا ما سالتش، قعد يسالني عنه وعن ضيف اخويا وشقه وكلام كده لا له وش ولا ظهر، وانا بصراحه سيره الشقق دي بتلبشني 3 بالله العظيم كده من غير سبب. بص على العموم، لو ظهر تاني تصحيني على طول، اي حد تاني ما تصحنيش، مفهوم؟ مفهوم طبعا يا دكتور. والله ولا انت فاهمه اي حاجه، لو دبانه عدت من قدام المستوصف هتصحيني. تصبح على خير يا دكتور. انت من اهله. يوسف؟ معلش بقى يا دكتور، سامحني، المره دي ما كانش ينفع ادخل من الباب. لا ليه؟ انت دخلت هنا ازاي؟ يعني بجمله الحاجات اللي فجاه كده لقيت نفسي بعرف اعملها، اللي مش منها الشاي للاسف. يلا نعتبرها حاجه كويسه. حاجه كويسه اني ما بعرفش اعمل شاي؟ لا، انك اكتشفت مهاره جديده فيك. يعني تعتقد يا دكتور ان انا هطلع في الاخر حرامي غسيل؟ الله، انت رايق وبتهزر كمان. يا عم ولا بهزر ولا حاجه، دي الاثار الجانبيه بتاعت الدواء اللي بتديهولي الدكتوره بتاعتك، يعني شويه كده وشويه كده. كويس انك لسه فاكرها، انا افتكرتك نسيتها بعد الميعاد اللي ضربته امبارح ده. جرايه جدع، فاكرها طبعا، بس تقدر تقول كان عندي ظروف كده كان صعب قوي اعتذر عنها. طب انا عايز اقول لك انها مش طايقاك وعلى اخرها منك. معلش، انا ان شاء الله هعتذر لها لما نبدا جلسات العلاج. جلسات علاج مين؟ بقول لك مش طايقاك، الولايه دي مجنونه، بعدني عنها. لا بقول لك يا دكتور، انا قتيل، تصرف، اعمل اي حاجه، ان شاء الله تعرض عليها الجواز. والله لو خدت لها المأذون في ايدي. انت ما شفتش النهارده عملت ايه مع الراجل قريبك في المستشفى؟ قريبي مين؟ مش عارف، ابن خالتك ولا ابن خالك، باين مش فاكر يعني. هو جه المستشفى سأل عليك ومش عارف كان اسمه رفيق حاجه كده. وانت قلت له ايه عني؟ قلت له كل حاجه، وريته التقارير واشاعاته. انت مالك وشك قلب كده ليه؟ عشان رفيق ده مش قريبي.
رفيق ده عايز يخلص مني. ويخلص منك ليه يعني؟ مش عارف، مش قادر افتكر. يبقى معلش يعني اعذرني يعني. يعني مش ممكن تكون دي تخاريف، يعني قصدي يعني من اثار جانبيه بتاعت العلاج مثلا. حتى دي مبقتش ضامنها، عشان كده لازم اقابل الدكتوره سعاد وفي اقرب وقت. طيب بص، انا هحاول لك بكره بس ما اوعدكش. ماشي. انا كان ليا طلب عندك كمان يا دكتور. اؤمر يا سيدي. يعني لو مش هعمل لك مشكله ابيت الليله دي عندك في الاستراحه. انت مش قلت لي ان انت مأجر شقه؟ خلاص وصلوا لك هناك. ها على العموم انت عزمتني على شاي، مفيش مانع اعزمك على بيات. مش من مصلحتكم ان انا اموت دلوقتي يا رفيق، صدقني. انت تخرسي خالص. والله كنت مرعوبه وفقت. قول لهم ان انا معاكم للاخر. قول لهم ان انا لو طلعت اتهمت رأفت الراوي بقتلي زي ما انتوا عايزين هتبقى كل حاجه انتهت. كل اللي انا قلته لحد دلوقتي كلام ما ملوش اي دليل، لكن لو انا بنفسي طلعت ونفيته هنبقى قلبنا الترابيزه عليه. رجالك. ابوس ايدك يا رفيق، ابوس ايدك، ابوس ايدك، اديني اي حاجه مسكنه انا بموت. ابوس ايدك يا رفيق، ابوس ايدك يا رفيق. ما كانش العشم يا رشيد. شوف يا مجدي، لا عشرة ولا اصحاب ولا عيش وملح. انا في شغلي ما اعرفش ابويا، معلومات وجات لي واتاكدت من صحتها نشرتها. ايه اللي يزعل في كده؟ انت كده بقى عمت على عم رأفت الراوي. انا ما قلتش ان هو المصدر. من غير ما تقول، هو اللي راح بنفسه النهارده وقدم فيا الطعن، كانه بيقول ان انا اللي عملته. ما انت برضه ما سكتش ورديت عليه بصور بنته. استغفر الله العظيم، كله الا العرض. لا 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 لا، انا لا يمكن انحدر لهذا المستوى الرخيص من التعامل والابتذال. لا مش انا في النهايه برضه راجل قانون ومبادئ. ماشي يا مجدي، يعني انت عازمني النهارده على فنجان القهوه علشان تدافع عن تهمه محدش وجهها لك. انا عازمك النهارده عشان انفي عن نفسي تهمه الجنسيه الالماني. طب ما اتضح انها سليمه، انت بنفسك ما نفتش على الهوا. يا حبيبي، ما انا النهارده الصبح كنت عند حبيبك وزير الداخليه وخدت معاه القهوه وخدت منه مستند يثبت ان انا ما خدتش اذن وزاره الداخليه قبل ما احصل على الجنسيه التانيه. يعني ايه؟ مش فاهم. اقرا الدستور والقانون وانت تفهم انك لو ما حصلتش على اذن وزاره الداخليه قبل ما تاخد الجنسيه التانيه يبقى اجراءات حصولك عليها باطله ولا يعتد بيها. ايوه بس انت خدت الجنسيه التانيه دي فعلا. كأن لم تكن، في حكم المنعدمه. خدت أنا بقى التصريح ده من سعاده الوزير وطلعت بيه على مجلس الدوله عدل، وقدمت دعوه ببطلان حصولي على الجنسيه التانيه. وقبلوا الدعوه دي؟ وفي خلال 48 ساعه يبقى معايا مستند رسمي يفيد انني لم احصل على جنسيه تانيه غير جنسيتي الام. لعب بالقانون يعني؟ لا، انا مواطن مصري شريف ومن حقي ان انا اترشح للانتخابات، وحق دي هدافع عنه حتى بدمي. واحد زي حافظ مشهور ده زمانه بيرقص في مكتبه من اللي انتوا بتعملوه في بعض. الجماعه دول كلك عدد المؤيدين بتوعهم ما يجيش 1 على 1000 من عدد مؤيديني، وان غدا لناظره قريب. بموت في شعاراتك. شوف يا مجدي، انا ناوي انشر اللي انت قلته ده لو ما ضايقكش. ما تنشر يا منشار، واديني بديلك الاخبار اهو كمان قبل ما تحصل. بس انا برضه زعلان منك. هلا انت رايحه فين؟ انا مش هعرف اقعد معاكي في بيت واحد بعد اللي حصل. هلا وحياة ربنا انا كنت خايفه عليكي. خايفه عليا تقومي قايله لحسام وانت عارفه اللي بيني وبينه؟ اعمل ايه؟ ما هو مفيش حد جه في بالي غيره. عندك حق، ما انا ما عنديش اهل. والله العظيم ما قصدي، هو قال لي ان هو اتغير. اهو اتغير قوي.
بصي يا لبنى، انا اصلا مش هحكي لك على حاجه تاني، فبلاش نعيش مع بعض احسن. انا همشي. استني، انت عندك حق وانا اسفه، والله العظيم اسفه. وانا مش هقبل اسفك، خليني امشي. هتروحي فين بس؟ اي داهيه غير البيت ده. طب ما دام وصلت لكده بقى يبقى انت خليكي، انا اللي لازم امشي. انا ممكن اروح لاخويا بس انت مالكيش حد. والله العظيم ما قصدي حاجه، ده عمره ما كان عيب فيكي. 5 دقايق هلم حاجاتي وامشي على طول. اتفضل. لندن يا فندم؟ ان شاء الله. هو في حاجه حضرتك؟ هو بس حضرتك عملتي تأكيد للحجز؟ لا ما لغيتوش حضرتك؟ لا طبعا ما لغيتوش. في ايه؟ هو عندي ملغي النهارده من ساعتين بالظبط. طب اعمل ايه عشان ارجعه؟ تقدري حضرتك ترجعي لمكتب الحجز هنا في المطار وهم يحلوا لك المشكله بتاعت حضرتك. متشكره. تحت امرك تحت امرك. معلش ما لحقناش نبلغك. انت اللي لغيت الحجز؟ بأوامر فارس بيه. انت عارفه هو بيؤمر وانا اللي بنفذ. وايه اللي طلعها بقى في دماغ البيت بتاعك ان هو يلغي لي حجزي؟ تصدقي كنت هنسى. انت ما قلتلوش ان يوسف جه زارك امبارح بالليل؟ لا. طب حاولوا تقولوا حاجه تقولها له لحسن زعل منك قوي. انت عارفه انه زعله وحش. يا سلام، كل ده علشان نسيت اقول له حاجه تافهه زي دي؟ يا سوس يا سوس، زيارة يوسف ليك امبارح بالليل حاجه تافهه. ده انتوا عليكم حاجات. اتفضلي. امال ما جاش في ميعاده امبارح ليه؟ والله هيجي المره دي يا دكتور. اقول لك انا ضامنهولك برقبتي وحبسته عندي كمان عشان اضمن لا يروح هنا ولا يروح هنا. دي مش اجابه على سؤالي على فكره. هو قال انه بيحصل له مصايب، بس يعني هو ما ذكرش التفاصيل بالظبط. طيب حكيت له على قريبه اللي جه سأل عليه؟ هو من جيت حكيت له، انا حكيت له بس ايه؟ ما هو بصراحه بقى بيقول لا قريب ولا بتاع. هو مفترض بيطارده وبيراقبه. هي الضلالات دي اكيد يعني حاجه عرض من الاعراض الجانبيه بتاعت الدواء اللي حضرتك كتبتيه، انا متاكد. اخر مره اخد حاله تيجي من طرفك يا ايمن. عموما انا قلت له ما يحطش امل كبير على الموضوع ده. طيب خليه يجي لي النهارده الساعه 10. والمصحف؟ ايوه بس لوحده. يعني ايه؟ يعني مفيش حد يجي معاه. ولا حتى انا؟ ده الا انت بالذات يا ايمن. ايوه بس هو يعني بقى ايمن اتفضل اطلع بره. ما تنساش تقول له جيلي. الو استاذ رفيق؟ ايوه يا دكتوره. انا متشكر جدا. حضرتك ما عنديش اي فكره قد ايه بتساعدينا. بس لو سمحت ممكن حضرتك ما يحصلش اي مشاكل وهو موجود هنا في مكتبي؟ ما تقلقيش خالص، كل حاجه هتتم بمنتهى السلاسه. وشكرا مره تانية. تحت امرك يا فندم، تحت امرك. تعرفي تدي لنفسك حضن؟ بتاع ايه المفتاح ده يا يوسف؟ مش هتبطلي العاده دي؟
مش هتبطلي تدوري في حاجتي؟ انت اللي ناسيه على الكومودين. في اوضتي، وانتي مش المفروض تخشي اوضتي. الحق عليا، ابني وبطمن عليك. ابنك كبر، مبقاش عيل صغير. مش قادره اصدق كل السنين دي ومش قادر تنساها. اوعى تكون فاهم ان المفتاح ده هو اللي هيرجع لها الحياه تاني. لا ما انتش صادقه، المفتاح ده هيرجع لنا الحياه. مش فاهمه. بقول لك التاكسي واقف بره، هو انا التاكسي بيعد بالاسترليني وانت الطياره هتفوتك. يلا بينا، وانا يا ستي اوعدك في السكه مش هحكي لك اي حاجه. انت مفيش فايده فيك خالص. يلا يا سوسو، يلا انت. طبعا. يلا هنا بقى بصي. هي دي المفاجأة؟ لسه لما تشوفي جوه، استني بس. لسه شفتي حاجه؟ اتفضلي. مش هتقولي بقى المفتاح ده حكايته، انت عارفني زنانه، مش هتخلص مني غير لما تقولي. انا قلت انت نسيتي خلاص. ماشي يا ستي، المفتاح ده بقى ان شاء الله هو اللي هشتري بيه حياتي الجديده لما انزل مصر. تشتريها ازاي ومن مين؟ من زياد عسكر. زياد عسكر المسجون؟ ما بكرهش حاجة في حياتي أكتر من يلعب بديله من ورا ظهري. اي حاجه بره اتفقنا انا مش مسؤوله عنها يا فارس. وزيارة يوسف ليكي امبارح مش كانت من ضمن اتفاقنا برضه؟ انهي يوسف فيهم؟ اللي جالك امبارح وقعد يقررك إذا كان هو ابنك ولا لأ. يوسف ابني فعلا. اي نعم العلاقه بيننا معقده لدرجه ان محدش غيرنا ممكن يفهمها، بس ما تنساش ان اتفاقي معاك اني ابلغك باي حاجه تخص زياد عسكر وبس. وزيارته ليكي ما كانتش تخص زياد برضه؟ كان جاي يسالني عن المفتاح، تصور. وقلتي له ايه؟ لا انا اعرفه ولا انت تعرفه. سألك اكيد عن ممدوح داور. ما سالش. ممكن اعرف بقى بجد انتوا ليه منعتوني من السفر؟ عشان انا كنت متاكد ان انا هحتاج لك تاني. تعرفي البنت دي؟ هي جت معاه لحد هنا. انا مستني اجابه منك. اعرفها كويس، بس كده اتفاق جديد. يا ساتر عليكي، تشبعيش ابدا. ايه الكلام البلدي ده ابو البيزنس يا فارس، عارف كويس ان مفيش حاجه ببلاش. من الاخر عاوزة كام؟ نفس اتفاقنا القديم. يلا. ايوه هو ده احسن بيه. انا رفضت افرج عنه يومها قبل ما يحصل ضرب النار ويختفي وسط الزحمه. تفتكر دي كانت طريقه لتهريبه مثلا؟ لتهريبه جايز، او لتصفيته جايز برضه. انت عارف ان امين الشرطه اللي كان معاه اتقتل، لكن كمان في راجل يومها وقع من العماره اللي قدام النيابه ومات على طول. الخبراء الجنائيين بقى بيقولوا ان الرصاصه اللي قتلت امين الشرطه اتضربت من نفس العماره دي. يعني في الغالب الراجل المجهول ده هو اللي ضرب الرصاصه.
ومحدش تعرف على جثته في المشرحه؟ اطلاقا. كل التحريات اللي عملناها عنه طلعت سلبيه، مش عارفين نستدل على هويته لحد دلوقتي. الله. لقوا جثه مجهوله برضه كده في شقه في منطقه شعبيه، والمحضر برضه فيه اسم يوسف رمزي. واضح انه كان مأجرها من حد في الباطن. انا ليا نظره في الناس، ومن اول مره شفت فيها يوسف ده لو كان اسمه يوسف يعني حسيت ان وراه مصيبه سودا. ماشي يا باشا، انا هتابع قضيه الجثه التانيه دي بنفسي، ولو جد عندك اي حاجه هتبلغني. ها؟ اكيد احسن بيه. متشكر يا باشا. شرفت. متشكر جدا. شرفت. شكرا. اتفضل يا باشا، اتفضل. يا ابن الصيعه، ده بيلعب بالقانون يا معلم. امال يا باشا، ما هو قانون قديم. لو مش رافع دعوه بس، ده كمان بعت مؤيدينه عشان يحاصروا اللجنه ويرفعوا صور ويهتفوا باسمه. وهو يكسب بونت دعايه بدل ما يخسر كل حاجه. بس كده مش ممكن يأثروا على قرار اللجنه. مش مهم قرار اللجنه، المهم ان هو كده يرفع من عيننا الكاميرات علشان نعرف نشتغل براحتنا الفتره اللي جايه. معقول اكون واحد من دول هو اللي بيتجسس عليا؟ كل بني ادم معرض ان هو يضعف. بس اساس الخيانه ده صعب قوي. هتقولي انا عملت حصر باللي كانوا موجودين النهارده الصبح. 10 متطوعين و5 ستاف اساسي. كلهم اعرفهم شخصيا وكلهم محل ثقه. مش كلهم. وهنتصرف ازاي؟ سيب لنا الموضوع ده. اقسم بالله يا باشا ما عملت حاجه. ده ضيف. حاضر يا باشا. مش هتحكي لي بقى عن الجثه اللي في شقتك؟ تاني؟ اقسم بالله ما اعرف حاجه عن الجثه دي يا باشا. ما انا حتى قلت لسياده الضابط الامور اللي كان هنا وقلت له هات البت ناديه اختي يسالها. يا ضيف اختك ناديه جت. طب الحمد لله. وما تعرفش حاجه برضه عن موضوع الشقه؟ يا بنت الحرام وديني لكم مفشفش نفخها. شوف بقى، انا ضابط من الامن الوطني. خدامك يا باشا وخدام المنتخب الوطني. يعني هتتكلم على طول؟ حاضر يا باشا. نقول كمان يا باشا انا صحيح الشقه دي مكتوبه باسمي، بس يا باشا مش انا اللي كنت قاعد فيها اقسم بالله. امال مين؟ يوسف رمزي؟ ايوه رمزي يا باشا، رمزي. الله ينور عليك يا باشا. هو يا باشا ده رمزي. الله اكبر، ظهر الحق. على ترى انت ابدع من حسن شحاتك. حاضر يا باشا. شوف يا ضيف، ما اخبيش عليك، الموضوع كبير. انت مشبوك في قضايا بالهبل، ده غير ان عليه قضيه تانية فيها جريمه قتل برضه. يا نهار اسود. يعني هتتكلم على طول عشان تخلص، صح؟ يا باشا هقول لك على كل حاجه يا باشا، من اول ما شفت يوسف ده قدام المستوصف لحد موضوع البيت بتاع الفيديو السيكو سيكو. سيكو سيكو ايه؟ بتاع الراجل يا باشا مرشح الرئاسه. رأفت الراوي؟ ايوه رأفت الراوي يا باشا. بص يا باشا، اسم يوسف ده يا باشا خدني وطلعنا على شقه البت اللي في العجوزه وخدناها ورحنا على فيلا في التجمع الخامس. بس يا باشا لما رازي يعني شكله ما عرفش يخلص في الحوار. الله. لا ده انا كده بقى اجيب لك شاي وتقعد وتمخمخ وتحكي لي على كل حاجه بالراحه. اقعد. انا قاعد يا باشا. تاخد سيجاره يا ضيف؟ يا باشا ما صحش يعني، ربنا دي معروف يا باشا. ماشي يا باشا. ولع بس يا باشا. شكرا يا باشا. يطلع مين سي ممدوح ده غير ده كمان؟ بيتهيألي الراجل ده قتل حد عزيز عليا، بس حاولت افتكر اكتر من كده ما عرفتش. طب ما كويس، كمل على الدواء بتاعك وجلسات علاجك وانت هتبقى زي الفل ان شاء الله. باخد الدواء، بس على فكره الدواء قرب يخلص. عايز افتكر اقول للدكتوره تكتب لي روشته جديده لما اروح لها بالليل. لما تروح لها، انا مش جاي. لما اروح لها؟ وانا اروح لوحدي ولا ايه؟ والله ما انا داله، دي تعليمات. الدكتوره مش طايقاني عشان بجيب لها حالات مهمه زيك، وبعدين دي واحده مجنونه، انا لو عاندتها ممكن تعطلي الماجستير بتاعي، وانت ما ترضاليش الظلم، صح؟ ماشي كمل.
رؤوف، شوف لي اسم الشركة اللي هقول لك عليها دي، ايه نظامها؟ يونايتد تريد انترناشونال. ماشي يا رؤوف. حاولت على قد ما اقدر ما اتاخرش على حضرتك. بالعكس، ده انت حتى جاي قبل ميعادك. ها، قول لي بقى اخبارنا ايه؟ الحمد لله في تحسن. ايوه، يعني ابتديت تفتكر حاجه؟ يعني شويه حاجات، شويه تفاصيل. طيب وبتكتبها؟ مش كلها، اللي بحس ان هو يستاهل بس هو اللي بكتبه. عموما احنا النهارده هنبدا اول جلسه. خد بس ده الاول، حطه تحت لسانك، ده هيساعدك على التركيز. حاول بقى دلوقتي تركز تفكيرك في اهم شيء عايز تفتكره. ذاكرة الإنسان عاملة زي أوضة مقفولة فيها بيبان كتير قوي. افتح الباب وادخل. انت صاحبهم وبتتكلم معاهم ولا كنت دايما واخد جنب لوحدك؟ لسه شفتي حاجه؟ اتفضلي. حلوة قوي. لا، عايز اسمع رايك من غير مجامله. والله حلوة وتجنن كمان. تجنن؟ انت لسه شفتي حاجه؟ تعالي ما تشوفي الفيو، مش هتصدقي نفسك. بصي، بصراحه عارف انها ما تجيش حاجه في شقه الدقي وقصر عسكر، بس يعني ليه بس بتقفل اليوم كده من أوله؟ خلينا في سيرة حلوة أحسن، بلاش السيرة دي. سيرة مين يعني؟ هيكون سيرة مين؟ سيرة حبيبي طبعا. شجر، احنا في المكان ده هنبتدي حياتنا من اول وجديد. هتبقى أجمل قصة حب في الدنيا كلها. أنت مش عارف أنا بحبك قد إيه. ربنا يخليك ليا. ربنا يخليك ليا ولا يحرمني منك أبدا. أنا بحبك قوي قوي يا ممدوح. ممدوح؟ اهلا 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 يا جو. ولا اقول لك يا ممدوح. من فضلك انا مش عايزه شوشره عندي هنا في المستشفى، ممكن تاخده بره وتتفهموا. ما تكملناش مع كده من فضلك. جو، كانت سهرة جميلة جدا، استمتعت، بس للأسف الوقت خلص دلوقتي. يا راجل كان في أيام وذكريات ما بيننا حلوة أوي. بس خلاص، مع السلامة يا جو. رفعت ما تدعي ولا اخلص خالص. مش هخلص انتوا مكاني. يا عارف وين؟ اطلع بره يالا. مش طالع يا عم انت ماله؟ بقول لك اطلع. اقتلني يا جو، اقتلني. مش قبل ما اعرف منك كل حاجه. اقول لك اقتلني يا جو قبل ما اقتلك. انا مش هتكلم. وحياة امك لا تتكلم. يونايتد تريد انترناشونال، بيانات الشركه اللي طلبتها يا سياده المقدم. عملت لي في الواد اللي قلت لك عليه؟ جبته؟ ده في مكتب سيادتك بقاله اكتر من نص ساعه. والمعلومات اللي طلبتها منك عن يوسف رمزي عملت فيها ايه؟ في 3 من رجالتنا شغالين على الموضوع،
وان شاء الله في اقل من ساعه تكون كل المعلومات عند سيادتك. ماشي يا رؤوف، لو خلص وانا مش موجود يبقى كلمني قول لي المفيد. اوامرك يا باشا. وائل حسين درويش. ايوه. حبس احتياطي 15 يوم على ذمة التحقيق تهمة الشراء في قتل رباب عز الدين. مظبوط. ومؤجل لحين العرض على محكمة الجنايات. انت كمان ما وكلتش محامي. طب ليه بقى رفضت ان محامي رأفت الراوي يحضر معاك؟ عشان مربوطش رأفت الراوي باللي حصل لا من بعيد ولا من قريب. هو لا حرضني ولا كان عنده علم من اصله. وائل، انا مش جايبك هنا عشان اسالك لا عن رأفت الراوي ولا على رباب عز الدين. هسالك على يوسف رمزي. انهي فيهم؟ انت الوحيد اللي قلت انهم 2. عشان هم 2 فعلا. الاولاني اللي جالنا الحمله وقابل رأفت الراوي، الكلام ده يوم ما اختفت. والتاني اللي عرفت منه ان هم قتلوها عشان هي الوحيده اللي شافته. وانت ايه اللي يخليك تصدق الكلام ده؟ ما يمكن اي حد بيستخدمك لمصلحته عشان يضرب بيك رأفت الراوي. بصراحه ما فكرتش كتير. كان لازم حد ياخد حق الغلبانه اللي اتقتلت من غير ذنب. وبعدين يعني ما كلهم بيستخدمونا لمصلحتهم. ايه الجديد؟ ماشي. قول لي ده بقى مين فيهم؟ ده التاني اللي عرفت منه ان هم قتلوها. قول لي بقى يا رفيق، هديت امي بيه عشان تنكرني؟ مارادونا ده عليه حركات. مارادونا يبقى اشهر لعيب كوره بعد بيليه في كاس العالم 86. دخل جون بايده والحكم ما شافوش، حسب، وارجنتينا اخذت الكاس. اخلص يا رفيق. غلطه صغيره تخلي فريق ياخد الكاس والفريق التاني يلبس الطرحه. طيب بلاش دي. مين ممدوح داغر؟ قتلني يا جو، يلا. هقتلك، بس الاول قول لي المفتاح ده بتاع ايه؟ عشان كده تسألني على ممدوح داغر؟ مين اللي اداك المفتاح ده؟ انت يا اخويا لما رجعت من لندن في المكتب عندي. عين مفتاح العجيب. يعني انت ما تعرفش؟ هعرف منين؟ تقول حاجه لحد اصلا؟ طيب طالما كده بقى بطل رغي وحط المفتاح في الخزنه، ولما احتاجه منك تجيبهولي. ماشي؟ ماشي. طيب انا هخلع. على فين؟ شقه الدقي؟ عيبك يا رفيق انك بدات تفهمني اكتر من اللازم. خاف على نفسك بقى. لا يا باشا، مش انا اللي خاف على نفسي، خاف انت على نفسك. سلام. سلام حبيبي. طيب مش مهم المفتاح. ما قلتليش مين ممدوح داخل. يوسف، في 2 معاهم سلاح داخلين علينا.
انت لو مكاني بقى يا ساره هتسامحيها على اللي عملته ده؟ يا بنتي ما كلنا بنغلط ولازم نسامح. ماشي، حتى لو هسامحها مش هعرف اثق فيها تاني لدرجه ان احنا نعيش مع بعض. انت من امتى قلبك بقى اسود كده؟ من ساعه ما اتجوزت حسام. ما انت عشتي معايا التفاصيل ولا نسيتي؟ لا فاكره، ومش جايه عشان اقلب عليكي المواجع، بس برضه جايه افكرك ان لبنى صاحبتنا من زمان وان العشره ما بتهونش. هي اللي بعتكي. ده مش اتهام عشان انفيها هيلا، بالعكس ده معناه ان هي حاسه بغلطتها اولا ومهتميه بيكي ثانيا. بصي يا ساره، عشان نجيب لبعض من الاخر، لو لبنى عايزه ترجع البيت ترجع، بس انا مش هعيش معاها في بيت واحد. يا ما تبقيش عناديه بقى، قدري ان هي كانت خايفه عليكي. طيب انا مقدره، بس عشان كده خلينا بعيد عن بعض احسن، بلاش يحصل مشاكل بعدين. طب بصي، نامي على الموضوع ونتكلم بكره، وعلى راي المثل تبات نار تصبح رماد. ان شاء الله. اوكي. انت هتمشي ولا ايه؟ خليكي قاعده معايا شويه. لا لا انا قاعده مش رايحه. حياتك جايه امتى؟ دكتورة سعاد ماتت. ماتت يا يوسف. انا السبب. انا السبب. اقفل بقك خالص. انت ما عملتش حاجه. اللي قتلها متلقح جنبها على كرسي والسلاح معاه. ليه؟ انا غلطان اني ساعدتك. انا لو ما كنتش وديتك ليها ما كانش كل ده حصل. ولو ما كانتش بلغته ان انا عندها ما كانش برضه كل ده حصل. هي قدرها كده، ما حدش بياخد اكتر من نصيبه. الناس اللي انت ضربتهم بالنار. ايه؟ كنت بدافع عني وعنك. لو كانوا طالونا ما كانوش هيرحمونا. ومع ذلك انت مالكش ذنب في حاجه. انا نفسي مش فاهم حاجه وما اقدرش اوعدك بحاجه. انت خلاص يا معلم. انت مالكش دعوه بيا من النهارده. اكنك ما شفتنيش قبل كده. وانا اسف يا عم على كل اللي حصل لك. كفايه قوي لحد كده. هتروح فين؟ مش عارف. انا لولا كان زماني ميت دلوقتي. عشان كده هساعدك. بس يا رب ما اطلعش غلطان. ها قفش السنين، بس انا هفضل ازن عليها عادي يعني. تقلقيش، وانا خلفت غيركم؟ انا عارفه اني غلطت، بس مش عارفه عملت كده ازاي. مخي كان فين ساعتها؟ بطلي هبل، الاخوات بيتخانقوا وبيتصالحوا، مفيش حاجه يعني، اهم حاجه مفيش خسائر. بقول لك ايه، انت شايفه العربيه اللي واقفه هناك دي؟ اي واحده؟ الهيونداي دي اللي فيه واحد قاعد جواها. مالها يعني؟ الراجل ده قاعد هنا من الصبح، راكن كده في العربيه وقاعد من الصبح. انا شفت نفس العربيه دي قبل كده واقفه هنا وجواها نفس الراجل ده. يعني تفتكري يكون بيراقب العماره مثلا؟ مش عارفه، ممكن. الهبل ده اكيد لا يعني. واحد قاعد في عربيته، ايه المشكله يعني؟ لا، وبعدين محدش عارف هلا اتعكت في ايه تاني مع الزفت اللي اسمه يوسف ده. نيلة يا بنتي مش معقوله، انت بتكبري المواضيع قوي كده ليه؟ ممكن يكون قاعد بيراقب اي حد يعني، اشمعنى هلا اللي يكون بيراقبها؟ طب بقول لك استنيني لحظه. متخلفه، انت رايحه فين؟ تعالي. سوري يا استاذ، هو انت مستني حد هنا؟ اه. مستنيه من الصبح؟ لا انا مشيت ورجعت تاني. طب هو حضرتك مستني مين؟ اصل انا ساكنه في العماره دي وعارفه كل الناس اللي فيها. اللي في الدور الرابع. مدام رشا. ايوه بالظبط مدام رشا. طب ايه رايك بقى ان مفيش حد في العماره كلها اسمه مدام رشا؟ يبقى اسف انا الغلطان. طيب حاضر يا عمي، وانا قاعد ورا الباب. ايه؟ معلش يا سموح، انا عارف ان الوقت متاخر. ايه ده يا ابني ده؟ انت العينين ضربوك في المستوصف ولا ايه؟ لا انا النهارده اوف. امال ايه؟ شوف بتحرش بواحده في الاتوبيس؟ يا عم بتحرش ونمت ايه؟ المهم انت قاعد لوحدك مش كده؟ يا عم قاعد بذاكر، ما انت عارف البيت عندي دوشه وقرف. المهم انا عايزك في خدمه. لو خناقه
انساني. اخوك ملوش فيه، ما يغركش المنظر، مع اول قلم بطلع اجري. مش خناقه يا اخويا. امال ايه؟ يا عم تعالى جوه، احنا واقفين هنا ليه؟ تعالى. استنى مش هينفع، انا مش لوحدي. معاك مصلحه، انا جاي وش يا معلم. هو ده المصلحه؟ جري يا ايمن، انا كده هقلق. تقلق من ايه؟ انت مش عندك اوضه فاضيه للضيوف؟ وكمان اوضه فاضيه للضيوف؟ ايمن انا هقلق بجد. تقلق من ايه؟ ده واحد قريبي ومتبهدل هيقعد عندك يومين، وانت عارف البيت عندي ما فيهوش خرم ابره. قريبك منين؟ انت بتختبرني يا سامح، في ايه؟ من المنصوره يا اخويا. صوره؟ هو من المنصوره بيجي بطوله كده؟ اتفضل يا استاذ يوسف. استاذ يوسف. تعال. هعدي عليك بكره بقى. ماشي. المون، انت عندك مرور بكره؟ اه. حلو قوي، يبقى تعدي عليا ونروح سوا، انا كمان عندي عياده. اشمعنى يعني؟ اصل يا معلم انا بسهر اذاكر وبظبط المنبه والله، بس كل ما اصحى اقفله وانام. انت عارف بقى دكتوره سعاد، منها لله يا رب، اشوف فيها يوم اسود يا رب. مرمطت بيا ارض المستشفى يا معلم، وكل ده ليه؟ عشان غبت ربع ساعه. حاضر يا سامح، هعدي عليك. انا نفسي يا معلم افهم حاجه واحده بس، احنا مستحملين الولاد ازاي؟ ولا العيانين مستحملينها ازاي؟ عيانين مين؟ هي نفسها مستحمله نفسها ازاي؟ عمرها ما اتاخرت دقيقه، يا لهوي يا رب خدها وريحنا منها يا رب، خدها. سلام يا سامح. رباب؟ ما تخافيش. رؤوف، ابعت لي عربيه اسعاف على عنوان الشركه اللي لسه مديهولك. انجز بسرعه. عايز حاجه قبل ما انام؟ لا متشكر. طب انا هطلب دليفري، اطلب لك معايا حاجه بقى. لا مش عايز حاجه.
يعني مش هتعزم؟ ماشي. مش عايز ميه طيب؟ ماشي لو امكن يعني. او عوزتها عندك في التلاجة. تصبح على خير. انا اسف جدا. هو ايه اللي اسف جدا؟ انت ايه ما انت شايف قدامك؟ معلش والله انا معجب بحضرتك جدا، ما كنتش فاكر ان يوم ما هقابلك هيحصل كده. بلا معجب بلا نيله بقى، قرف بجد. انا مش عارف اقول لحضرتك ايه والله، مهما اعتذرت مش كفايه. يبقى خلي بالك المره الجايه، خلي بالك ده يعني مش منظر، ده عدة شغل يا ابني. ها؟ انا كان بيتهيألي عدة الشغل صوت حضرتك، بما انك مطربه يعني مش موديل. لا يا حبيبي ده كان زمان، دلوقتي الناس بتسمع بعينيها قبل ودانها. لو ام كلثوم كانت عايشه الله يرحمها كانت عملت فيديو كليب، والا ما كانتش استمرت يعني. عموما انا لما قلت لحضرتك اني معجب بيكي دي ما كانتش مجامله، انا فعلا معجب بيكي. ده انا في فتره في حياتي كنت عندي ازمه عاطفيه، كان كل املي ان اقعد لوحدي كده وتغني لي. يا عيني لو معاك اوتوجراف على فكره ممكن امضيهولك. للاسف نسيته، اصل اول مره جاني. انت ايه اللي جابك اصلا وسط الغيلان دي؟ واحد صاحبي عزمني على الحفله ومن ساعه ما جيت بدور عليه مش لاقيه. بتشتغل في ايه؟ بيزنس. انا رجل اعمال صغير، عندي شركه استثمار عقاري واداره حافظه بورصه، ويعني ممكن اساعدك اني اعمل لك مستقبلك ده لو تحبي طبعا. انت قلت بقى تيجي الحفله دي يعني كده تلقط رزقك، تجري شنطه يعني. لا مش تاجر شنطه، انا كنت جاي الحفله دي عشان اقابل استاذ زياد عسكر شخصيا. صاحبي كان هيعرفني عليه، بس زي ما قلت لك بقى بدور على صاحبي مش لاقيه. ولما ما لقيتوش بقى قلت ترمي شباكك كده على حد قريب منه، صح؟ ايه ده؟ هو حضرتك تقربي له؟ انت هتستعبط، ما انت عارف زي كل الناس ان انا وهو متجوزين في السر. خلاص واضح ان انا ما بعرفش اكتب. طب طالما جت السيره بقى برضه اسمحي لي اسالك سؤال. انت فنانه كبيره ومشهوره، ايه اللي يجبرك على كده؟ هيكون ليه يعني؟ متحمل في فلوسه ونفوذه طبعا. طيب عموما لو هتفتكري ان انا قاعد معاكي عشان اوصل لزياد عسكر فانا ممكن اقوم حالا. لا لا لا، اقعد اقعد، جرأتك عجباني وما عنديش اي مانع ان انا اسمع منك، بس طبعا مش هينفع هنا، وبرضك مش هغني لك لوحدك. ها؟ دي حكايه غاليه عليك حبتين. مفهوم يا فندم. جميل قوي. طيب ده الكارت بتاعي، اي وقت حضرتك تكلميني انا تحت امرك. اسمك ايه؟ ممدوح يا فندم، ممدوح تاخر. فمعادك بالثانيه. انا ما اتعودش اتاخر. برافو عليك، ادخل. تشرب ايه الاول؟ اي حاجه. سكرك ايه؟ زياده يا فندم، وعلى فكره ذوق حضرتك يجنن في الديكور. لا مش مقتنعه، البورصه دي مغامره، ممكن في يوم وليله اخسر كل اللي ورايا واللي قدامي. بلاش البورصه، نرجع تاني للاستثمار العقاري، ما فيهوش اي مخاطره. انا عندي ليكي عرض ما يتفوتش، عوامه لقطه وبتراب الفلوس. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. عايز اسمع بقى راي حضرتك من غير مجامله. مش بطال دي يا ابني، زي ما تكون ببلاش. ولسه بقى لما تشوفي الفيو حضرتك هتنبسطي جدا. اتفضلي اتفضلي يا فندم.
انا عارف طبعا ما تجيش حاجه في شقه الدقي واسرع عسكر، بس زي ما حضرتك قلتي بالظبط هي ارخص كتير. مش عارفه ليه يعني كده حاسه زي ما تكون نصبايا. نصبايا؟ دي كلمه كبيره قوي. لا مش انت اللي نصاب يعني، انا اقصد يعني منصوب عليك، وانت حاجه يعني سمسار بتاخد عموله في الاخر. لا ما تقلقيش حضرتك، بالنسبه للعوامه دي بالذات ما ينفعش حد ينصب عليا فيها، اصل العوامه دي بتاعتي. والله تقوم بايعها كده بسعر رخيص؟ لا ما انا برضه ببيعها لمين؟ انا ببيعها لشكل، ده المفروض ادي لحضرتك فلوس عشان ترضي تاخديها. بقول لك يا استاذ ممدوح ما تجيب من الاخر كده، انت عاوز مني ايه بالظبط؟ ولا حاجه، عايز اعبر عن اعجابي بس. وانا بقى اعجابك ده ما يلزمنيش، واذا كان على الشقق والعربيات انا مش قادره الم، وعوامتك دي ما تجيش حاجه فيهم. وعايزه افهمك حاجه، لو خايف على نفسك وعلى مستقبلك ولا تسمع صوتك احسن. ايه الكلام الفارغ اللي انت جاي تبيعه لي ده يا فندم ده مش كلام فارغ يا فندم، ده بيزنس محترم وسعادتك ممكن تحقق منه ارباح كتيره جدا. ارباح؟ ارباح ايه يا ابو ارباح؟ ده انا اشتريك انت وشركتك واحطكم قدامي زي الشطرنج ده. هو بالنسبه للشركه فعلا يا فندم سعادتك ممكن تشتريها، وانا على فكره ممكن اجيب لك عرض كويس قوي، انما بالنسبه لي انا للاسف انا مش للبيع. الحقيقه انا ما شفتش في حياتي بجاحه ووش مكشوف بالشكل ده. وليه بتقول بجاحه؟ ليه ما تقولش وضوح وصراحه من غير لف ودوران؟ تروح لمراتي من ورايا البيت وتقول لي صراحه ووضوح؟ مراتك مين يا فندم؟ هتستعبط يالا، البلد كلها عارفه ان شجن تبقى مراتي. المطربه؟ طب ويا ترى المدام والاولاد عارفين برضو المعلومه دي؟ ولا سعادتك موطي صوتك عشان ما ياخدوش خبر؟ انت بتهددني البيت يا حيوان. انا مش فاهم، سعادتك مكبر الموضوع يا زياد بيه قوي. كبر الموضوع؟ مش دي صورك مع الهانم؟ ما اصل الهانم فاكراني مع وداني ما اعرفش حاجه عن غرامياتها. لا كده الموضوع كبير فعلا، بيتهيألي بقى سعادتك محتاج تتكلم معاها هي في الموضوع ده مش معايا. انت عارف اللي بيروي دراعي ويفكر ياخد حاجه غصب عني انا ممكن اعمل فيه ايه؟ انا مش فاهم، طب طالما سعادتك شاكك فيها للدرجه دي مخليها على ذمتك ليه؟ ولا يكونش زي ما هي قالت لي، هي اللي شايلاك على الرف اللي وقت عاوزها. خدها مني نصيحه يا ابني لوجه الله، انفد بجلدك، اهرب من البلد، لاني لو شفتك قدامي تاني هقتلك وهقتلها. ايه اللي فكركم بينا كده يا سياده المقدم فجاه؟ قضيه تمويل ولا فيديو مضروب؟ الحقيقه لا ده ولا ده، احنا سايبين السياسه اللي شبطانين فيها وعايزينها. مش هو ده اللي انتوا كنتوا عايزينه برضه؟ انا هنا بخصوص موضوع جنائي حضرتك. تقصد نوع عباس؟ بالظبط، ورباب عز الدين. بص يا دكتور، الحاجه الوحيده اللي بتربط ما بين الاتنين شخص اسمه يوسف رمزي، ده على ما اعتقد اهم المتبرعين لحملتك. وهو سبب كل المصايب اللي انا فيها لحد النهارده. حضرتك زرت وائل حسين اللي كان متطوع معاكم هنا مع الشباب، وقال لك ان في 2 يوسف رمزي، مش كده؟ ايوه بس اعتقد انه بيخرف. هجومه على رباب عز الدين بيقول انه هنا في فيوز ضارب. حضرتك تعرف مين ده؟ لا انا عمري ما شفت الشخص ده قبل كده. يبقى اكيد قابلت ده. ايوه. تعرف انه مات في حادثه؟ مات؟ مات، والخبر نزل في الجرايد كمان. انت ما قريتش جرايد النهارده ولا ايه؟ بعد اذن حضرتك لو عرفت اي حاجه يا ريت تبلغني. حاضر. متشكر جدا. بعد اذن حضرتك. اتفضل.
مفيش حد فيكم انا ما اخترتوش بنفسي. انا تقريبا حافظه السي في بتاع كل واحد فيكم كلمه كلمه وحرف حرف. اما كنت بدخل على فيسبوك او تويتر الاقي اسم منور كده، اقول لازم يبقى معانا، وكان بيبقى معانا. اما بلاقي حد اسمه مسمع جدا على الارض ومع الناس وفي كامبينز تانية، او حتى عاوز ينضم الكامبين، كنت بقعد معاه وبضمه للحمله. في اشخاص مشكورين بياخدوا بالشيء الفلاني واكسبرتس في شغلتهم، بس ايمانا بالمرشح والقضيه قرروا ان هم يضموا لحملتنا متطوعين. انا ما عنديش ادنى شك في قدرات كل واحد فيكم، بس هو في عنصر لو اتهز باظت. العنصر ده هو الثقه. وليه المقدمه الطويله دي يا دكتور؟ المقدمه الطويله دي لانه في حد في الاوضه هنا خان الثقة. انتوا كلكم كنتوا موجودين لما رباب جت، وانا شددت على ان الخبر ده ما يعرفوش مخلوق، ومع ذلك اتسرب. وليه يا فندم اللي يكون سرب الخبر ده حد من اللي موجودين؟ ما ممكن يكونوا هم كانوا قاطرينها من قبل ما تدخل عندنا. كانوا لحقوها قبل ما تيجي، بس هي جت والخبر اتسرب. طب وحضرتك شايفه مين ممكن يكون عمل كده؟ بصوا بقى، هي حاجة من الاتنين، يلي عنده أي معلومة يتفضل يقولها مشكورا، يا اما تفضلوا حضراتكم كلكم تمشوا وتسيبونا. كلنا؟ جدول أعمال حضراتكم معلق لمدة 24 ساعة. في خلال ال 24 ساعة دي لو ما وصليش خبر عن الموضوع ده، اعتبروا إن أنا بدلتكم بناس تانية أهل للثقة. يعني حضرتك بقالنا 6 شهور شغالين وعمالين بنبذل في مجهود، النهارده فجأة كده بقينا مش أهل للثقة؟ ده ظلم لينا كلنا يا دكتورة نسمة. أنا اللي عندي قلته، اتفضلوا حضراتكم على مكاتبكم، واللي عنده أي حاجة ممكن يقولها لي، أنا في انتظاره. نفس الذكريات اللي شفتها قبل كده، بس المرة دي ما كنتش أنا. لا كنت أنا. بص، هو كان واحد اسمه ممدوح داغر، شبهي بالظبط، بس بيتكلم بطريقة تانية وبيقول حاجات تانية، بس الأماكن هي والناس هم. يمكن سمعت الاسم فتقمصته مثلا؟ مش قلت لك العقل شيء مخيف، زي ما بيعرف يصور لك حقيقي يصور لك اوهامه بنفس الكفاءة كمان. ايوه، بس لدرجة اني اشوف نفسي واحد تاني وابقى مصدق ومتأكد اني هو. طبعا في الدرجة دي واكتر كمان. طب واخرتها؟ اخرتها زي ما قلت لك يا سيدي، التحسن هيجي مع الوقت، مع ان طبعا الوقت مش في صالحنا خالص. ليه؟ هم ليه جثة الدكتورة؟ ولا اعرف، انا قافل موبايلي من امبارح وما بردش على حد، مش ناقصه بلاوي. كده كده انا رايح المستشفى دلوقتي بقى وربنا يسترها، وكمان انا لو ما روحتش هيشكوا فيا، وانا ما اضمنش الواد سامح ده ممكن يطرش كلمه كده ولا كده ودينا احنا الاثنين في 60 ده. انت متأكد اصلا ان سامح ده دكتور بجد؟ اشمعنى يعني؟ مفيش، بسأل. ايمون يلا بقى عشان هتفطرني زي ما اتفقنا، فول بالسجق. يلا يا اخويا يلا. يلا وانت بقى يا معلم بيتك كركب براحتك، برطع في الشقه بس مالكش دعوه. يلا يا سام، يلا يا عم، والله ما فيها حاجه. يلا يا عم يلا. يلا يا عم يلا. بس يا معلم والله ما قادر السجق حمى عليا حمار لذيذ. ما بتردش ليه؟ دكتور ايمن في ظابط مستنيك في اوضه الدكاتره. ظابط؟ على الصبح كده؟ انت عملت ايه يا نهار اسود؟ انت هتسودها في وشي ليه يا اخويا؟ ما تهدى. طب هي دكتوره سعاد جت؟ الدكتوره سعاد لسه ما جاتش. عن اذنكم. دكتوره سعاد لسه ما جاتش؟ لا ده يوم تاريخي بقى، احنا نشرب حاجه ساقعه. بقول لك ايه؟ لا حفله بقى. سامي الأليوبي، ضابط أمن وطني. اهلا وسهلا. دكتور ايمن صديق. أنا مش هطول عليك. أنا كنت جاي أسألك على مريض عندك، المفروض إنك بتعالجه في مستوصف البركة. المريض ده اسمه يوسف رمزي. فاكره؟ طبعا. حالة فقدان ذاكرة من الصعب الحقيقة الواحد يقدر ينساها. هو فعلا فاقد الذاكرة تماما؟ يعني هو بس بيفتكر حاجات قليلة قوي. هو ده؟ ايوه بس متهيألي هو مسمر شوف الصورة دي. تعرف هو فين دلوقتي؟ لا. طب امتى آخر مرة شفته؟ مش
مش متذكر الحقيقه. تقريبا امبارح. بص انا فاهم حضرتك، هو امبارح جه عشان كان عايز جرعه تانية من الدواء، بس ما كانتش موجوده عندي، فهو يعني مشي على طول. كان بيتعالج عندكم هنا في المستشفى؟ هو جالي تقريبا مرتين. في حد غيرك كشف عليه؟ لا. بص يا دكتور، نصيحة، بص لي، لو تعرف أي حاجة ما تخبيش عليا. الراجل ده وراه كوارث كبيرة، فاهم؟ اكيد يا فندم، يعني هو لو ظهر تاني انا هكلم حضرتك على طول. ماشي. ده الكارت بتاعي. لو شفته كلمني. اتصالك بيا امبارح في التليفون معناه ان في جديد عايز تقوله لي. والحقيقة أنا جاي لك بسؤال مش بإجابة. ايه هو السؤال؟ مين ممدوح داخر؟ ايه سبب السؤال؟ يعني في صلة بينه وبين المفتاح. كل اسئلتك دي يا يوسف ملهاش اجابة عندي. انا اتفاقي معاك واضح وصريح. تقولي المفتاح ده بتاع ايه؟ هسلمك رفيق. أنا رفيق ده ما يلزمنيش في حاجة. كان تحت إيدي امبارح، لو كنت عايز أخلص عليه كنت عملت كده. أنا دلوقتي اللي يلزمني إجابة السؤال اللي قلت لك عليه. مين ممدوح داخر؟ فارس بيه عسكر ما بيحبش اللي بيخلف اتفاقه وسط السكة. نفذ اللي عليك يا يوسف وبعد كده نتكلم. طب أنا عايز أقابل فارس عسكر. أسف مسافر، بس ما تقلقش. لو كلمني هقوله إنك كلمتني وكالعادة ما قلتش حاجة. الله صحيح يا يوسف، ما قلتيش تشرب إيه؟ الو. هو انا يعني لازم اكلمك من نمره غريبه عشان تردي عليا؟ ايوه يا لبنى. لبنى انا مش قادره اتكلم دلوقتي خالص. وانا ما بكلمكيش من امبارح عشان ارغي معاكي، انا بكلمك عشان احذرك. من ايه؟ اصل في واحد امبارح كان قاعد في عربيه طول اليوم، زي ما يكون كان بيراقب العماره، ولما جيت اتكلم معاه خاف وجري. ماشي يا لبنى، ما تبقيش تتفرجي على افلام اجنبي كتير. افلام اجنبي؟ ماشي يا ستي، اوكي. انا عموما قلت اعمل اللي عليا. ماشي، باي. يوسف اتفضل. معلش أنا كنت عايز فلوس من اللي شايلها عندك عشان الفلوس اللي عندي خلصت. بص يا يوسف، الفلوس مش معايا. يعني ايه؟ انا هجيب لك فلوس من عندي في البنك.